الحلقة دي يا عزيزي ملهاش أي علاقة بماتش سموحة، الحلقة دي بقى كلها أسئلة وجودية عشان نعرف العيب فين بالظبط. والحمد لله الواحد هدي والماتش خلص امبارح عشان يعرف يتكلم شوية بعقله، لأن اللي بيحصل حاليا في النادي الأهلي ما أعتقدش إن حد فينا شافه قبل كده. أنت كل موسم حرفيا أسوأ من اللي قبله، ده المواسم اللي فاتت كمان كان الدور الاول انت بتبقى نهيب بشكل كويس وراكب، ولما بتخش بقى في بطولة افريقيا وتصعد نهائي وبتاع والاجهاد وضغط الماتشات بتبدا تنقط وتفقد نقط وبتروح للمؤجلات، وبتبقى اصلا مضغوط عشان الزمالك لاعب ماتشاته وانت بتحاول تعوض في المؤجلات فبتقع. انما انت دلوقتي عمال تنقط من الدور الاول، لعيبه مريحه قبل ما البطوله تبدا اصلا وريحت تاني بعد ما بدانا. طب نمسك واحده واحده كده، نبدا بالمدرب. سؤال بالله عليكم حد يرد عليا، في اي فرق دلوقتي بين حالة الفريق حاليا عن ما كانت مع بيتسو موسيماني ايام ما كنا بننتقده في الدوري؟ حالة الفريق هي لا في روح لا في ضغط، مش عارف توصل للجون، عجز تام وتحس ان الفريق كله مشلول. طب غيرنا بيتسو وجبنا بعديه سوارش، التوقيت كان زي الزفت وكل حاجه مش ظابطه، ورغم كده الراجل اول ماتش كسب 4-0 وضغط ومش عارف ايه، وقلنا الراجل ده هيقلب الدنيا، وفجأة هوب نفس القصة. لدرجة ان انت لأول مرة في حياتك تشوف فريق الاهلي بيسلم الدوري وبيلعب بالناشئين، لانه خلاص كده تنازل عن الدوري. ده احنا كنا بنجيب الدوري في اخر ماتش، وعشان تبروز التابلو الجميل ده تنهي الدوري السنة اللي فاتت لأول مرة في تاريخك في المركز الثالث. قلنا خلاص يا عم ضحي واللعيبة ريحت والمهم نشوف الموسم الجديد، وحتى سوارش الكوخة مشي وجبنا الراجل الجديد كولر. شكل الفريق كان حلو جدا وفي بوادر حلوه جدا النادي الاهلي بيقدمها، وفجاه رجعت الحاله تاني زي ما كنا عمالين ننتقد، وكأن مفيش اي حاجه بتحصل ولا كأن في حاجه اتغيرت. طب معلش يعني اللعيبه دي بتتلبس يعني ولا ايه اللي بيحصل ده؟ محدش فاهم. يبقى اذا بموسيماني بسوارش بكولر الحاله هي. نمسك تاني حاجه، قصه الاجهاد، التلاحم المواسم والماتشات المضغوطه وي فاللعيبه كلها ريحت، واللي سافر الساحل واللي سافر بره مصر والصور يمين وشمال. واتكلمنا عن صفقات، قال لك اللعيبه لما ترجع من الاجهاد هي الصفقات الجديده، الشناوي صفقه، عمار حمدي لما يرجع من الاصابه، واكرم توفيق، وكهربا لما يرجع، وشويه كلام كده حلو. قلنا بس الاهلي هيرجع بقى بالصفقات والاجهاد يروح هنلاقي فريق مرعب. طب اللعيبه تعبت بعد 5 ماتشات يعني؟ هي دي مقدره اللعيبه يعني؟ فين بقى كل اللعيبه اللي ذكرتوا اسمهم دول؟ لا شفنا عمار حمدي واكرم توفيق ربنا يشفيه يعني ملحقش يقعد معانا كام اسبوع، وكهربا لسه ما رجعش وتقريبا هيعتزل وعنده 32 سنه ولسه بيشوف مشكله القضيه، ومحمد محمود بندور له على اعاره. حتى اللعيبه اللي بدات تظهر عندك الموسم اللي فات من الناشئين بتوعك بتدور دلوقتي عشان تسيبهم، وسبت منهم فعلا احمد سيد غريب وغيره، وبتدور دلوقتي على زياد طارق ان هو يروح يلعب في اي حته. فهنا هنيجي نقف شويه بقى عن سياسه الصفقات في النادي الاهلي. ممكن حد يقول لي اخر 3 مواسم لعيب واحد بس، صفقة واحدة محلي او اجنبي، هو اللي جه فرق مع النادي الاهلي وشاله؟ ممكن نقول مثلا ديانج. يعني انت عدى عليك 6 ميركاتو وما طلعتش غير بلعيب واحد، والباقي كله تقريبا مش موجود في الفريق، مشيته بقى، بعته، اعاره، خسرت فيه اي حاجه. تجيب اللعيبه يركنوا عندك وبعد ما يركنوا يصدوا وتدور لهم على اعاره تمشيهم، او تجيب اللعيب تلعبه ويتصاب تبدا تعالجه 2 3 وبعدين تطلعه اعاره عشان يرجع لمستواه وتنساه. النادي الاهلي اكتر فريق في الدوري مطلع لعيبه اعارات، عندنا 15 اعاره بره الفريق. طب الاول بقى هو ايه الهدف اصلا من الاعاره؟ الاعاره ببساطه انت عندك لعيب مش قادر تزقه في الفريق دلوقتي، فبتطلعه، في الغالب بيكون صغير في السن، عشان يحتك في الدوري مع انديه تانية ويبدا كده يظبط حاله وترجعه على الجاهز. هل سياسه الاعارات في النادي الاهلي عامله كده؟ ال 15 لعيب اللي في النادي الاهلي هل في واحد فيهم في الدوري جوه مصر او بره مصر تقدر تقول ان انت عايز تجيبه دلوقتي، احنا محتاجينه دلوقتي؟ نبص شويه على كام لعيب معار من النادي الاهلي. مصطفى البدري في فيوتشر عمره ما خد ماتش كامل. كريم نيدفيد اللي كان اساسي الموسم اللي فات واللي قبله مع فيوتشر دلوقتي بقى بيتقطع له ماتشات. احمد سيد غريب اللي في الاتحاد ما بيشمهاش. العربي بدر ومحمود وحيد في طلائع الجيش ما بيلعبوش اصلا. صلاح محسن في سيراميكا كليوباترا مقضيها فيديوهات تيك توك، ما بيخشش ال 18. سعد سمير في فيوتشر انت كده مطلعه تكريم، بدل ما تقول له يا عم اعتزل والراجل شايف ان هو يقدر يدي، فروح يا عم العب كده اعاره وخد مرتبك وشوف لك السنتين 3 دول هتعمل فيهم ايه. لكن اكيد مش مطلع سعد سمير عشان تظبطه وترجعه تاني. ميكيسوني وبواليا حدوته بقى، واحد في ابها والتاني الله اعلم فين، وما بنسمعش عنهم اي حاجه، ويا دوب خلصنا من مرتباتهم.
ولسه بقى زياد طارق وحسام حسن ومحمد محمود دول بتدور لهم على اعارات، ولسه لعيب جايبه من 3 شهور مصطفى ميسي كولر مش عايزه وعايز تدور له على اعاره. والله العظيم 3 ده قمه التهريج. هات لي اي نادي في العالم بيحصل فيه كده. طب انت بتجيب اللعيبه دي ليه اصلا؟ عشان يعني معظمهم لعيبه صغيره في السن ويعني سعرهم مقبول ممكن تجيبهم وتصرفهم في اي حته بعد كده؟ ولا انت فقدت قدرتك كنادي اهلي ان انت تستقطب لعيبه تقيله تشيلك بعد كده زي ما كنت بتعمل زمان؟ هل هو بخل ولا عدم قدره على التعاقد ولا العين نفسها السكاوتنج تيم اللي مش موجود اصلا في النادي الاهلي هو اللي فيه المشكله؟ هل المشكله في امير توفيق؟ هل المشكله في لجنه الكوره والكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف؟ المشكله فين؟ اخر واحد كنا بنشوفه بيعرف يجيب صفقات كان هيثم عرابي ومشي بطريقه غريبه جدا من النادي، ولو في حد قلبه على النادي يجيب الراجل ده. الراجل ده جه شقلب فريق اسوان، ده باني فريق من جديد. صحيح ما ظبطتش مع الكابتن ربيع ياسين في الاول، بس دلوقتي اسوان ماشي بشكل كويس لان عنده لعيبه اسامي. انت بقى كنادي اهلي بالميزانيه بتاعتك دي مش عارف تجيب كام لعيب سوبر يقلبوا لك الدنيا؟ مش عارف تغير جلدك؟ طيب يعني ببساطة القصة لا مدرب انت غيرت بدل المدرب 3 ولا اجهاد لان انت ريحت اللعيبة، والعامل الوحيد الثابت في كل ده هو اللعيبة. المدربين عمالين يروحوا ويجوا واللعيبة ثابتة زي ما هي. مش عايز تغير في فريقك لان صفقاتك قليلة. طب انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان اللعيبة دي بتلعب بمزاجها. بص يا باشا، التصريح ده كده من كام ماتش كولر قاله وعدى كده ومحدش قال عليه حاجة. كولر كان بادئ بداية حلوة جدا وفي ضغط وفي اهداف كتير وبتعمل حفلات على الاندية، وفجأة كده الدنيا باظت والراجل طلع بالتصريح ده ومحدش وقف عنده. الراجل بصراحة قالك اللعيبة ما بتنفذش التعليمات وحذرهم وهددهم ومش عارف ايه والكلام ده، وبعد تعادل فيوتشر خدهم من الاستاد على النادي ويلا وجلسة فيديو والجو اللي احنا عارفينه ده. هل في حاجه اتغيرت ولا اي حاجه؟ برضو عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان اللعيبه ما بقاش فارق لها حاجه لان هم عارفين انه مهما حصل ومهما خسروا هم كده كده في النادي. كابتن محمود الخطيب هينزل لهم ويقعد يواسيهم ويقول لك الحكام ومش الحكام وضغط الماتشات واتظلمنا وي وبالتالي خلاص ادينا قاعدين وبناخد مرتباتنا. يعني ممكن تقول ان اللعيبه بتتفق على المدرب. طبعا في حاجات كتير في الكوره كان فيها مؤامرات على المدرب حتى لو ما تمش تاكيدها، بس مش هقدر اقول ان هم متفقين على المدرب، لكن نقدر نقول مش في بالهم. قبل كده مورينيو كان في كلام انه مشي من مانشستر يونايتد عشان اتفاق عليه. رانييري في ليستر سيتي بعد ما خد الدوري تاني موسم عمل موسم كارثي واتشال نتيجه اتفاق عليه، وكان في كلام ان فاردي هو السبب في الموضوع ده، وراجل طلع اتكلم وقال لا الكلام ده ما يحصلش واحنا لعيبه محترفه والكلام من ده. يعني ممكن لعيبه تتامر على مدرب وتمشيه ممكن، بس في الحاله دي لا، هم مش متامرين على كولر، يعني هم متامرين على موسيماني وعلى سواريش وعلى كولر. اللعيبه مش فارق لها لان عارفه ان كده كده هي قاعده، كده كده بتاخد مرتباتها، كده كده تقدر تعمل اللي هي عايزاه. واللي مجمد قلبهم كده للاسف مجلس الاداره اللي رقم 1 لا بيعاقب ولا بيشد، رقم 2 بيطلع شماعات كل بطوله. معلش التحكيم النهارده، معلش الاجهاد وتلاحم المواسم، روحوا سيبوا الدوري يلا كده كده فقدناه، روحوا صيفوا يلا وكبروا دماغكم ويلا يا عم اللي عايز يتصور ويحط على الانستا ويظبط حاله. بالبلدي كده اللعيبه اتمرعت. والله الواحد حزين ان ماتش سموحه امبارح الوحيد اللي شايفه بيجري وبيحاول يعمل حاجه بقلب لعيب مش مصري، لعيب تونسي عنده 33 سنه اسمه علي معلول. ما عملش حاجه بس تحسه هو الوحيد ومعاه كريم فؤاد اللي قلبهم شويه على الفريق، الباقي كله انسى. الماتش بتاع سموحه النهارده النادي الاهلي بجلاله قدره مش عارف يعمل هجمه طول ال 90 دقيقه، هجمه واحده. والله زي ما سمعت كده، ما بتعرفش تعمل هجمه واحده طول ال 90 دقيقه. مفيش تسديد قدامك، فريق راكن لك الاتوبيس، الفريق كله في منطقه جزائه، ما تشوت يا باشا من بره انت اكتع. لا في تسديد ولا في روح، كل الثنائيات بياخدها فريق سموحه. يبقى ده اللي نازل مركز، ده اللي عايز يكسب او على الاقل يتعادل. انت مش في بالك عادي الماتش هيخلص، خسرنا اتغلبنا اتعادلنا مش هتفرق، تاني يوم هنروح الاستاد ونلاقي هاشتاج يلا يا اهلي على الصفحه الرسميه بتاعت النادي، والتمرين الحلو واستعداد الفريق لمباراه سيراميكا كليوباترا والجو اللي عمال يتعدى، شغلانه اللي ما بتخلصش دي. الحل الوحيد ان انت تغير جلد الفريق ده. الفريق ده خلاص اتطبع بالطبع ده. انت محتاج في الاتنين ميركاتو دول مش اقل من 12 13 14 صفقه تقلب حال النادي ده. لعيبه نفسها فعلا تيجي النادي الاهلي تعمل حاجه، مش شويه موظفين بيدوروا على اللقطه. وهاتوا هيثم عرابي، هاتوا هيثم عرابي بدل امير توفيق، هاتوا واحد بيخلص. شبعنا بقى الصور بتاعه الكابتن امير توفيق جنب العقد وجنب اللعيب الصورتين اللي بيتاخدوا في الاخر دول، واللعيبه بتيجي ما بتشمهاش. القصه مليون في الميه مش مشكله فلوس. النادي الوحيد المستقر في مصر هو النادي الاهلي، عقود رعايه قد كده، عوائد من بث قد كده، مفيش لعيب في النادي الاهلي مرتب بيتاخر عليه يوم. القصه مش قصه ماديات.
افتح الكيس وهات صفقات هتجيب بطولات، هتجيب فلوس اكتر. الدنيا بسيطه يعني. مستخسرين ليه في النادي الاهلي؟ حتى الصفقات اللي بتفكروا فيها دلوقتي، الصفقه بتاعت النجم محمد كريستو ده، عايزين تجيبوه تخليص حق عشان عقوبه كوليبالي. قال لك صفقه كده اجنبيه هتيجي ببلاش. فكر عقيم جدا هيودينا من سيء لاسوأ. الزمالك اللي معهوش فلوس ومحجوز على الارصده بتاعته في البنوك جايب 10 صفقات. هتقولي ما قلبوش الدنيا، بس على الاقل عوضوا غياب طارق حامد. عمرو السيسي بيلعب، دونجا بيلعب، مصطفى شلبي بيلعب. دفعت فلوس، جبت لعيبه قدرت ان هي تديك في الملعب. بغض النظر عن الصفقات دي حلوه ولا وحشه، بس على الاقل الجماهير بتشوف لعيبه جديده بتنزل في الفريق. انت الفريق ثابت بقاله 3 4 سنين. والله العظيم الواحد زهق ومفيش حد بيحاسب حد. يلا سلام.